طبعا مسلسلات رمضان نزلت، كل سنه وانتم طيبين يا رجاله ورمضان كريم عليكم. المسلسلات نزلت بدري يوم، وده غالبا عشان كانوا عاملين حسابهم ان رمضان هيبقى الاربع. مش قصتنا، المهم يلا بينا نخش في الحلقه على طول. مين حلو مين وحش، مين هفكس له مين هكمله وشدني. طبعا كده كده احنا ما ينفعش نحكم على حاجه من اول حلقه. ممكن حاجات بدايتها تبقى جميله قوي، بعد كده نتقرف منها وتطلع مط. ممكن حاجات تبقى حلوه ونهايتها تبقى وحشه. ممكن حاجات تبقى زي الزفت بس بعد حلقتين ثلاثه اللي دخلونا في المود. فيعني هو مش حكم نهائي. بس كده كده انت لما بتبص على اول حلقه بتاخد فكره عامه عن الجو، هل المسلسل ده جه معاك ولا لا من الاساس. فده اللي هنتكلم فيه النهارده بعد نظره اولى سريعه كده على الاحداث كلها. يعني هنتكلم عن اللمحه الاولى اللي خدتها عن الحاجات اللي اتعرضت. انا للاسف حاسس انها بدايه مش مبشره جدا لسيزون المسلسلات في رمضان ده. مفيش حاجه شدتني او حاجه اللي هو قعدت لا دي جامده قوي هكملها، كله عادي بالنسبه لي. بصيت مثلا في اول يوم كده مسلسل سوا سوا اللي هو بينزل حلقتين بحلقتين، انا مش فاهم ليه الموضوع ده. بس بصيت احمد مالك طلع بنفس شخصيه السنه اللي فاتت اللي هي كانت في ولاد الشمس، وهدى المفتي طلع بنفس شخصيه 80 باكو. مفيش اي تغيير ولا اداء ولا تمثيل ولا كلمات، حتى النص بالظبط لو انت اتفرجت على السنه اللي فاتت تحس ان هي القصه كلها كأن كولابوريشن بين هدى المفتي واحمد مالك، مفيش جديد. فمسلسل بصيت ما شدنيش يعني ولا الحاجه الجديده، نفس الدور بيتعاد، فما اظنش اني هكمله. ممكن ابقى ابص تاني لو في حاجه مهمه حصلت بتاع، بس يعني انا شخصيا ما اتحمستلوش. طبعا اكيد من غير قصد ومن غير ما ابقى مركز باللي انا هعمله ده في الكارثه دي، بقلب في التلفزيون لقيت الاستاذ الفنان القدير ياسر جلال اللي انا بحبه والله. انا بس مكسوف له، انا مكسوف ان انا اتفرج على استاذ ياسر جلال وعمودي، يعني حصلت كده الموضوع يكسف بصراحه. مش فاهم ليه يعمل في نفسه كده والراجل لسه اصلا داخل مجلس الشيوخ، المفروض هيبه برضه. المسلسل عبثي جدا يعني، مش عارف اللي هيتفرج ليه برضه للاسف يعني. انا كنت بحبه وبحب له اعمال كتير، مش عارف ليه كده. اللي هيتفرج قد يتفرج عشان هدى الاتربي، استغفر الله العظيم، يعني احنا في رمضان هات اللي بعده يا نبي. المهم نيجي بعد كده، كنت قاعد بسكرول على الفيس كده لقيت فيديو نازل الفنان الكبير احمد العوضي، الكابشن كان عنوانه مش علي كلاي اللي يسيب واحده تتخطف. هو مش علي كلاي اللي يسيب واحده تتخطف، وما كانش جابر الكوماندا، وما كانش الخديوي، فانا مش عارف امال مين يعني. كل كابشن كل سنه بنفس الكابشن كمان، حتى مش نفس المسلسل ده نفس الكابشن، الموضوع اوفر قوي. المهم مش عارف ايه اللي حصل، بس اتفرجت قلت اشوف الفيديو العبثي اللي ظهر لي من لا شيء وجايب 500,000 لايك باين حاجه كده. فاللجان واضحه جدا يعني بصراحه. المهم دخلت لقيت مش عارف 10 12 راجل تقريبا بيخطفوا يرى السكري. حلو. هو شافها بتتخطف، طبيعي اي راجل فحل مش هيسيبها تتخطف. الفحل ابن الفحل رايح ده اللي موتني قال له استنى عندك يالا العيال اللي بتخطفها مش قادر والله. المهم يعني زي ما قلت لكم الفحل اللي شافها بتتخطف، 12 راجل بيخطفوها، راح جاري قال لهم استنى عندك يالا وقفوا انا مش فاهم وقفوا ليه. طيب انا دلوقتي لو نازل اخطف واحده وحطيتها وخلاص هحطها في العربيه، ليه اقف لما حد يقول لي استنى عندك يالا؟ ما انا هجري. وقفوا. طبعا وقفوا، قعد يديهم قصيده كده شويه وبيضرب بقى. دي برضه نقطه انا مش فاهمها، هو ليه بيخش عليه راجل يعني انتوا 12 واحد لو مسكتوه كلكم هتدغدغوه يعني عادي ايا كان هو مين. لا ده بيضرب واحد واحد يخش له يستلمه، فاهمين الموضوع نفس طبعا المسلسل ونفس التكرار واللي واحنا نفسنا بقينا بنكرر من كتر الملل. انا اكيد مش هكمل علي كلاي. ما اعرفش، في ناس على فكره قالت لي ان الحلقه الاولى عجبتهم، واحد صاحبي من ضمنهم وبيفهم يعني في القصه دي، فانا مش عارف. انا القصه دي ما بتجيش على هوايا بصراحه. ممكن تعجب ناس تانية بتاع مش عارف، بس يعني لو حصل حدث جامد قوي ممكن ابقى اتفرج. بس شخصيا برضو مش هكمل حاجه بالمنظر ده يعني. في صحيح مسلسل الكينج، وده مسلسل زي ما قلنا قبل كده لايت كده خفيف كوميدي اكشن طبعا. الدنيا كويسه فيه، كنت قاعد لقيته على MBC، اتفرجت على شويه منه، ما كنتش جبت الحلقه من اولها. والله هو لذيذ، انا لسه ما اعرفش بيتعرض امتى بالظبط، بس يعني لو بيتعرض في وقت مثلا واحنا قاعدين على السحور مثلا ولا حاجه ممكن اكمله عادي، من باب الترفيه كده والتسليه، مش ان انا مستني حاجه كبيره برضه. بس يعني عدي لذيذ بالنسبه لي بصراحه. نيجي بقى لاكتر مسلسلين انا كنت متحمس لهم من قبل ما اعرف ايه اللي نازل معاهم اصلا، هو مسلسل فن الحرب ومسلسل عين سحريه. نبدا بمسلسل فن الحرب. انا كده كده بيك فان للعالمي الشابو يوسف الشريف. بيك فان يعني، سمعت له كل حاجه تقريبا وكل مسلسلاته بحبها وكلها عجبتني. من اول رقم مجهول لما كان لسه في بدايته، فن الحرب، اسم مؤقت، القيصر، الليله دي كلها، كفر دلهاب، النهايه، وتحفته الفنيه الصياد اللي هي بالنسبه لي ممكن ابقى اعمل حلقه عنه لوحده اصلا. مسلسل من اعظم المسلسلات الانتاجات المصريه عموما يعني. المهم شفت التريلر كنت قلقان بصراحه شويه. قلقان من ايه؟ يوسف الشريف ليه ستايل معين كلنا عارفينه، غموض، بلوت تويست، كل حلقه تبقى مفكر ان في تفكير معين هو الصح، تلاقي الحلقه ضربتك بالجزمه والنهايه تانية خالص. وده اللي بيميزه، وهو في السكه دي متفرد بيها، وزي ما قلنا هو متفرد في الموضوع ده في الدراما يعني. وليه طبعا فانز كتير اللي هو انا من اولهم، وانا مؤسس رابطه محبي الشابو كده كده يعني.
فانا كده كده المسلسل هتفرج عليه، حلو ووحش هتفرج. بس القصه في ايه بقى؟ انا لما شفت التريلر كنت قلقان شويه. قلقان من ايه؟ زي ما قلنا ليه ستايل معين يوسف الشريف، حسيت الستايل ده مش موجود. هو المسلسل هيبقى فيه بلوت تويست على كلامه، والمسلسل هيبقى فيه برضه اثاره غموض، ان انت هتبقى متوقع حاجه تلاقي حاجه تانية. هي دي لعبته، هو مش هيغيرها على كلامه حتى. بس كان دايما الجو العام بيبقى جو غموض، قلق، الموسيقى اصلا توترك، بتبقى انت قاعد على اعصابك شويه. طبعا اي فانز ليه فاهمين اكيد كلامي، اللي هو الصياد مثلا، الصياد موديل بالنسبه لك كده. ده لا، التريلر واخد حته ب100 وش شويه، بمعنى في كوميديا تميل للاستظراف كمان شويه، انا ماليش في الكوميديا دي قوي. الموسيقى نفسها غريبه، انت فاهمين موسيقى اللي هي الحاجات الكوميديه، واو واو يعني. الموضوع بس التريلر كان قلقني جامد يعني. شفت اول حلقه، هل القلق ده راح؟ بالعكس، هو انا اتاكدت المسلسل فعلا مش عينة يوسف الشريف اللي احنا واخدين عليها. انا هكمله، بس انا يعني مش عاجبني، بكل امانه مش عاجبني ان يوسف الشريف كان دايما في بيك المسلسلات بالنسبه لي، فانها توصل جو استظراف شويه، او انا قاعد مش طايق مشهد ولا حاجه بس بعديه عشان يوسف الشريف، لا يعني ما كنتش اتمنى كده بصراحه. غير بقى ان في كارثه شويه، انا حاسس ان الاخراج كارثي. يعني كانت ممكن لمسه الكوميديا تعدي عن كده، بس الاخراج هو المصيبه. ابسط مثال، في مشهد كان بيتكلم، هو الكات باين يا جماعه، يعني اي حد ليه في المونتاج هو فاهم الترانزيشن، بتحاول ما تبينش ان في كات ياما. على اليوتيوب الكلام ده عادي، انما ما ينفعش في مسلسل مخرج ومونتاج وتمثيل حاجه زي دي تعدي. الجمل بيقولها وباين ان في كات متاخد. وفجاه يقوم عامل زوم مثلا مره واحده على وش الشخصيه من غير داعي، من غير مبرر درامي، لا هو واحد بيتكلم عامل زوم وحاطط موسيقى كوميدي. الجو العام مش عاجبني، بس هكمله عشان بحب يوسف الشريف، واظن برضو ممكن ده من المسلسلات اللي بعد كده تعجبني قوي عادي. ممكن خلال فتره او خلال شويه الحلقات تعلى جامد، البلوت تويست تغير رايي. اتمنى، بس اتمنى الاستظراف ما يطولش بس. طبعا اتكلمت على ابويا ساعه تقريبا عشان بحبه فشخ والله. ونيجي لتاني مسلسل كنت متحمس له قوي برضه، هو مسلسل عين سحريه. بطولة عصام عمر، باسم سمرة، واخراج السدير مسعود. السدير مسعود ده مخرج جامد قوي يا جماعه بالمناسبه، اخرج منعطف خطر اللي هو من المسلسلات المفضله عندي يعني. كده كده عصام عمر يصنف يعتبر يعني حاليا هو واحد من انجح النجوم على الساحه، ده لو انت بتحبه او ما بتحبوش دي حقيقه، والارقام كده كمان. اول ما شفت التريلر لوحده شدني. الدنيا بسيطه يا جماعه، الناس بتعرف تمثل، الاجواء كويسه، في غموض، المخرج شاطر، هتطلع عمل كويس. وباسم سمرة وعصام عمر الاثنين موهبه كده كده. شفت اول حلقه بقى، هل كان على قد توقعات التريلر؟ ودي الحمد لله انها حصلت. دي افضل بدايه لمسلسل من كل المسلسلات اللي نزلت. الموضوع بسيط زي ما قلنا، تمثيل كويس، القصه شكلها مبنيه صح، يعني كل ده مش هحدده من اول حلقه، بس بالنسبه لباقي المسلسلات اللي شفتها كوارث طبعا، فدي ميزه يعني، الحمد لله الدنيا شكلها واضح. عايز بقى اتكلم عن نقطه مهمه في عصام عمر شخصيا. انا الراجل ده بالنسبه لي عبقري في اختياراته كلها متنوعه، مش مثبت شخصيه، مش احمد العوضي يعني لا مؤاخذه مش الشخص اللي هو بيطلع مثبت شخصيه نجحت مثلا مع شويه ناس وعمال يكرر فيها، لا الراجل ممكن يعمل بلطجي، يعمل محترم، يعمل دكتور، ممثل يا جماعه يعني. هو عنده موهبه فمش خايف، هو عشان الراجل عنده موهبه كويسه يقدر يقدم لك اي حاجه، وبيقدمهم كويس قوي. فالشخصيه اللي في المسلسل عجباني، ده من اول حلقه لسه زي ما قلنا، بس يعني بشكل عام كده متحمس قوي للقاء مع باسم سمرة. باسم سمرة ممثل تقيل جامد جدا، مش مستني طبعا يعني راي حد اصلا فيه، بس انا مستني الثنائيه دي. توقعي ده هيكون اعلى مسلسل السيزون ده، وده زي ما قلت توقعي ان ده هيبقى اعلى مسلسل السيزون ده بالنسبه لي. الاهم دلوقتي رايكم، عايز رايكم في حاجات كتير يا جماعه. يعني مثلا بالنسبه لفانز يوسف الشريف، انت ايه رايك في فن الحرب؟ هل متحمس قوي وعاجبك، ولا لا في حته كده مش عاجباك من جواك؟ عايز اعرف برضو ايه المسلسلات اللي انا ما اتكلمتش عنها وانت شايف ان هي جامده قوي. ممكن يبقى في مسلسلات اندر ريتد جدا، ما ابطالها مش معروفين او ابطالها مش من اللي هم البيك، بس مسلسل حلو. عايز مستني رايك برضو. ممكن مسلسلات من اللي انا قلتها دي تكون عجبتك جدا وما عجبتنيش انا، عرفني يعني، احنا كل واحد يقول اللي هو عايزه براحته. ولو جاء ترشيح معين على مسلسل جامد ان شاء الله هتفرج عليه واقول لكم رايي يعني. وبس يبقى كده المسلسلين اللي هيكملوا معايا الى الان يعني فن الحرب وعين سحريه. غالبا كل ده هيتغير خلال يومين ثلاثه يعني صباح الفل. ما تنساش بقى وانت نازل تكتب رايك في كل اللي انا قلته لك ده، انت كده كده هتعمل كومنت عشان في رايك. اعمل بقى لايك، سبسكرايب، فعل زر الجرس، ويا ريت يا ريت سبسكرايب يا رجاله عشان المشاهدات ما شاء الله كويسه، بس السبسكرايب ميت. اظبطونا عشان عايزين فلوس، الراجل ورا ما قبضش ولا ده الدنيا ميته، اظبطونا ما تنسوش. وفي اكونت تيك توك كمان، تبقى خشوا وبصوا بصوا وخدوا فولو. هيسو سلام يا رجاله، كل سنه وانتم طيبين. This is my best
my best ايه my best audition I have ever do. هتحط دي. I English all the time. فطور يا جماعة والله يا عم بحبه. سمك مشوي او مقلي سمك عموما. والله جامد. بس هو اللي جنب السمك ماشي، بس السمك نفسه بس هو النهارده سمك في فراخ يعني. ومكرونة. وفي لحمة ورز. بشاميل بقى، بانيه، حاجات من الحاجات الحلوه. انا جعان فشخ. انما بالله جعان ليه فشخ. سمك؟ انا بحب السمك، سمك بياكل بيشبع ايه اساسا؟ انا اسف يعني. بس انا بحبه فشخ يعني. ايوه أنا ما عنديش بس اعتراض. رفاهيه، بس مش غدا، مش انت أكل. فحل برضه خلي بالك ان شاء الله السمك آه عادي. والله. بس بقى مش كده. بيجيش مع اصلا. انا بالنسبه لي مثلا ممكن اكل ماريه لوحدي، دي نص تركيمه مش مثلا. وقت مش قادر. بناكل ثانية كمان والله يعني خلاص يا رب المجد بيأذن مش قادر.